السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية. وده الفيديو الثاني اللي بنصوره النهاردة بتاريخ 4/12 في مزرعة تانية أو حوشة تانية كيت. بس هنتكلم فيها برضو بعض المشاكل اللي بتواجهنا في شهر 12. قبل ما نتكلم عن مشاكل شهر 12 احنا عاوزين نتكلم عن المشكلة اللي احنا فيها حاليا في المزرعة دي، والمشكلة دي اللي هي طريقة الزراعة القديمة. لو لاحظتوا من زمان او اول صنف الكيت ما نزل مصر كان المعظم الزراعات كانت ماشيه 2 في 3، وهي دي المشكله اللي انا عاوز اتكلم فيها. ان النهارده عشان تزرع صنف متقزم، وفي تحفظ على كلمه متقزم في المانجا عموما يا جماعه، لان مفيش حاجه اسمها مانجا متقزمه، ودي مهمه جدا لجميع الهواه في زراعات المانجا او مستثمري المانجا اللي هيخش على زراعه المانجا الجديد. ما تسمعش الكلام اي حد يقول لك ان المانجا متقزمه يبقى انا ازرع على مسافات محدوده، اللي هي مسافات بقى اللي احنا بنشوف العجاب في المزارع وفي المشاكل. والمشاكل للاسف عشان تحلها فانت بتحلها بتكاليف غير التكاليف بتاعت التاسيس نفسها. فانت النهارده اي صنف هتزرعه لازم تبقى عارف ابعاده المظبوطه، ولازم تبقى دارس، والمهندس اللي هيشتغل معاك يكون على درايه او بخبره واسعه، يكون مهندس فاهم قوي الصنف اللي هيزرعه، والصنف ده هيكون ملائم للتربه اللي هيزرعه فيها، لنوعيه التربه اللي هيروي بيها، للمناخ الخاص بالمنطقه. ودي اهم نقط التاسيس، واحنا مش وقتنا. ولكن اهم مشكله بتواجهنا في الزراعات اللي هي متزاحمه زي كده، او الكثيفه، او اللي هي مثلا 2 في 3 النظام القديم يعني، وهو ان انت عندك زي ما حضراتكم شايفين انت لازم تجور على الشجره، زي ما حضرتك شايف كده لازم تجور على الشجره عشان تبدا تدخل شمس، في حين ان انت هنا نفس الوضع. هنا الشجره لو انت لاحظت عشان ما قدرش يجور فيها، فبالتالي الشجر هنا داخل على بعضه، وده زي ما انتم شايفين كده الظل هنا بيبقى الشجره مفيش سكه او مفيش تهويه جيده، مفيش مسافات خدمه. كل دي امور بتمنع الاداره الجيده للشجره خلال الموسم بتاع النمو بتاعها. فعشان كده يا جماعه احنا عاوزين ننبه الناس، سواء هاوي مانجا، سواء مستثمر مانجا، سواء مهندس حديث تخرج، لازم يبقى واخد باله من النقط دي، ان هو يبقى ينفذ الزراعات على المسافات المظبوطه لكل صنف. الكيت ما بيقلش عن 2.5 في 4 او 2.25 في 4، ممكن 3 في 5 حسب مساحتك اللي انت هتزرع فيها. لو انا عندي مساحات كبيره في الارض فممكن 3 في 5، لو الارض مساحتها قليله 10 او 15 20 فدان فممكن يبقى 2.5 في 4 او 2.25 في 4. طيب الحاجه الثانيه اللي احنا عاوزين نتكلم فيها بقى في اهم المشاكل اللي بتواجهنا، طبعا احنا قلنا مشاكل التكثيف، ان انت الاضاءه بتبقى قليله، في نفس الوقت بيبقى عندك فرصه كبيره لانتشار الامراض بالحشرات، سواء القشريه او البقديه او المنه او الحشرات اللي ممكن تواجه التريبس او اللي هي ممكن تهاجم الاشجار الناجه. وعندك مشكله في العفن الهبابي زي كده، اي منطقه ممكن يكون فيها بدايه دخول عفن هبابي نتيجه الظل اللي موجود في الارض. تمام، دي بقى من عيوب التكثيف الخاص بالاصناف بتاعت المانجا المتقزمه. مفيش حاجه اسمها مانجا متقزمه، ودي عشان خاطر احنا اللي بنقدر نتحكم في حجم الشجره عن طريق التقليم، لان التقليم اهم حاجه لنجاح محصول المانجا في مصر او في اي بلد عربي. لازم تجدد شباب الشجره وتعيد حيويتها، وفي نفس الوقت تحدد كميه الطرحات اللي انت عايز تاخد منها محصول عن طريق التقليم. اهم المشاكل اللي بتواجهنا في شهر 12 يا جماعه، طبعا احنا مش هنتكلم في درجات الحراره. لو درجه الحراره في شهر 12 دافيه انت عندك مشكله. لو درجه الحراره منخفضه يبقى لازم تشتغل على الشجره بطريقه ان انت تحافظ على شجرتك وعلى المخزون بتاع الشجره وتساعدها على التزهير الجيد، لان درجه الحراره المنخفضه معناها تزهير جيد. درجه الحراره المرتفعه زي ما احنا شغالين دلوقتي في 4/12 فدي معناها معناها ان التزهير عندك هيبقى فيه مشكله. فلازم تبقى شغال كويس واخد بالك من النموات الحديثه اللي ممكن تخرج، واخد بالك قوي من نوعيه التربه بتاعتك وحجم الشجره وعمر الشجره اللي انت بتتعامل معاه. من المشاكل برضو اللي بتبقى موجوده في شهر 12 انتشار نسبه الاكاروس. الاكاروسات دايما بتزداد يا جماعه في شهر 12،
ويفضل ان انا اعمل ليها دورات مستمره بالازاله. الدورات دي لازم تكون باليد، يعني ما يفضل ان انا استخدم اليد وما استخدمش المقص فيها. الحاجه الثانيه ما استناش لما تاخد احجام كبيره. الاكاروس لازم يتشال في عمر يكون ما اخدش حجم كبير عشان ما يساعدنيش المناخ في انه يستنفذ المخزون بتاع الشجره. الحاجه الثانيه لازم الاكاروس ده بعد ما بشيله يتحط كده في حاجه ويطلع بره يتحرق او يترمي بعيد عن المزرعه تماما، لانه انتوا زي ما حضراتكم عارفين اي حشره وقفت على الاكاروس وانتقلت لشجره ثانيه فبالتالي هتنقل الاصابه او العدوى وهتفضل تسحب. معنى ان شجره الكيت جالها اكاروس معنى كده ان انت كان عندك اهمال في المزرعه، او عندك اصناف محلي هي اللي عملت لك على انتشار الاصابه، يا اما عندك عدم درايه بازاي تقدر تسيطر على ان المرض ده ما يزيدش عندك. بحاجات كتير بقى ممكن يبقى نتناولها في فيديوهات تانية. من اهم المشاكل اللي ممكن تواجهها برضو في شهر 12 بعد الاكاروس، وهو ان انت لازم تكون على درايه كامله بنوع تربتك، الملوحه في تربتك، عشان ما تديش مقننات زياده تضر ولا تدي مقننات قليله برضو تضر. يعني لازم تعرف هل تربتك الميه بتحتفظ بالميه ولا الميه ما بتحتفظ. في كل حاله من الحالات دي فانت ليك مقننات غير التاني. ممكن في نفس الحوشه، ممكن في نفس المزرعه، ممكن الحوشه تاخد ريه غير حوشه تانية، ممكن الحوشه نفسها تتروي على مرتين او تتروي بشفتين مختلفين في الايه في الكميه او في الموعد. كل دي يا جماعه لازم تبقوا عارفين شهر 12 ومشاكله في الميه. طيب مشاكل شهر 12 برضو وهو انتشار الامراض البكتيريه. خلي بالكم اللي عنده اصناف محليه وخصوصا الصديقه او الفجر كلان يخلي باله من انتشار التنقط البكتيري. التنقط البكتيري بيزيد في التوقيتين دول لان التوقيت بتاع شهر 12 وشهر 1 رطوبه عاليه مع درجه حراره منخفضه تؤدي الى انتشار التنقط البكتيري او التقرح البكتيري ايا كان بصوره شرهه. ولكن اكتر صنفين بيصابوا بالمرض ده هم اللي انا قلت عليهم. الحاجه الثانيه برضو المزارع اللي هي بتحمل زراعات محصول الفول مع المانجا، سواء الزراعات بقى اللي هي لسه تحت التأسيس في البداية او الزراعات الكبيرة، يفضل يا جماعة ان انت ما تزرعش الفول لاسباب خاصة بالمرض بتاع التبقع البني اللي بيجي في الفول، لان هو نفس المرض ده بيتنقل على المانجا او على شتلات المانجا، واحنا عملنا فيديوهات سابقة في الكلام دوت بالصوت والصورة وحضراتكم يمكن تكونوا اللي تابعني شاف الحاجات دي. فلو هتزرع فول تزرعه بعيد عن اشجار المانجا مش تحت اشجار المانجا، وفي الحاله دي تبقى انت شغال ببرنامج انت عارف تحجم المرض بتاع التبقع البني دوت، والا هيتنقل في المانجا على صوره تنقط بكتيري. الحاجه الثانيه دي كانت مشكله على الهامش، ولكن الحاجه المهمه برضو في شهر 12 ان انت قلب الشجره بتاع سواء بقى محلي سواء اجنبي، قلب الشجره لازم يكون دايما في حاله تفرغ. ولكن في ملحوظه هنا مهمه، اللي عنده صنف الصديقه بالتحديد، اللي عنده اشجار صديقه ياخد باله من تفريغ القلب، لان انا بشوف بهدله وهصور لكم ان شاء الله، هصور لكم وهوريكم النهارده اللي بيفتح قلب شجره الصديقه بشكل عشوائي. كل خشب الترنقات اللي فوق دي بينشف. شجره حساسه جدا لاشعه الشمس، حتى الثمره بتاعتها حساسه. ليه؟ لإصابة الذباب. ده راجع لأن الثمرة القشرة بتاعتها رقيقة، وكذلك الأمر اللحاء بتاعها ما بيبقاش لحاء سميك زي باقي الأصناف، فبالتالي بيتصاب بتشقق الكلف مباشرة، وبالتالي أنت بتخسر شجرة الصديقة تماما، بتخسرها. والكلام ده إن شاء الله هوريه لكم على فيديوهات. فلازم برضو في شهر 12 تكون مفرغ القلب بطريقه غير عشوائيه، اللي هي زي ما احنا بنقول كده على خفيف، اللي هو يا دوب انا عايز شويه شمس تخش وعايز الهواء يخش. ليه؟ عشان ما اديش فرصه لا عفن هبابي يسكن، ولان العفن الهبابي ده مجموعه فطريات في الهواء، هي مش مجرد فطر واحد، هي مجموعه فطريات في الهواء بتترمم على الشجره في التوقيت ده. لازم يكون عندي مقننات ميه ثابته عشان بخار الميه ما يعمليش او يساعدني على كثره العفن الهبابي. الحاجه الثانيه القلب لما افرغه مش هدي فرصه للحشره قشريه ولا هدي الفرصه لاي حشره تسكن، وبالتالي اقلل من عمليه اصابه بالعفن الهبابي.
دي كانت معظم المشاكل اللي احنا بندرجها دايما في شهر 12. بس في حته قبل ما نمشي، خلي بالك من التسميد. لكن المقارنات بتختلف في بعض الانواع اللي بتقف، وليست كل الانواع. انت محتاج الحاجات اللي هي تساعدك على التحول الزهري والتميز الزهري في الشجره بشكل كامل، وبشكل يكون محترم عشان اخد زهره كويسه. لكن ايه هي بقى المقارنات التسميد او الكميات اللي ممكن نسمدها والانواع دي، ان شاء الله يبقى ليها فيديو تاني وقريبا ان شاء الله. وفي القريب العاجل ان شاء الله هيبقى فيه بث مباشر من قلب بث حي في قلب المزرعه لاي حد هاوي او عاوز يتعلم فنيات وطرق الانتاج في زراعات ومزارع اشجار المانجا. وكان معكم اخوكم حسام ابو زهره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.